عايز تعمل الافكت ده وكمان من غير مجهود؟ والله العظيم يعني حاجة. يا عم بقى افكت ايه وبتاعي بقى خنقتونا. لا حول ولا قوة الا بالله. ما علينا. والله خنقتونا. يا عم ما تقعدش يا عم، اتكل على لا مش الله. هقعد معاك. مش هقعد معاك. اسف. اعلمك ما تقلقش. ازيك؟ عامل ايه؟ ما سألتش نفسك قبل كده ازاي الافلام والاعلانات والتلفزيون بيعملوا تأثير الكلونينج او الاستنساخ؟ وازاي تعمله وانت قاعد في البيت كمان؟ يعني تكون قاعد مع نفسك بتشرب شاي مع نفسك بتعمل الافكت اللطيف ده، وكل ده ممكن تعمله بحاجة اسمها الكلونينج افكت. واكيد بتسأل نفسك، هو هل يا ترى ممكن اعمل كل ده ببرنامج كابكت وكمان بالعربي؟ يعني هل في امكانيه ان انا اعملها على كابكت نفس الافكت ده؟ صاحبي عصوها معاك، ما تسرزرناش بقى. طيب يا صديقي، قبل ما تستخدم الافكت ده لازم تكون عارف كذا نقطه لازم تاخد بالك منها. الاولانيه ان انت لما تيجي تصور الفيديو تصوره على ترايبود، ولازم الكاميرا تبقى ثابته تماما ما تلمسهاش طول التصوير. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم تعمل علامه ما بينك وما بين اللي هو الشخص التاني اللي هو هيكون انت برضو في الفيديو. فركز في النقطه دي، لازم الاتنين يبقوا متباعدين. فهمت يا صديقي؟ وعشان يا صديقي اثبت لك ان جات في كلامي، انا قضيت ايام وليالي بدور على احسن وابسط طريقه اعلمك بيها الافكت ده وتنجح بيه. وبرضه سبتلك تحت رابط في مجموعة ساوند افكت كاملة ببلاش، تقدر تنزلها وتقدر تطبقها على الفيديوهات بتاعتك ببلاش يا صديقي. وزي ما بيقولوا ابو بلاش كتر منه، فكتر بقى يا صديقي، انزل على الرابط تحت ونزله ببلاش، هتستفيد منه. طيب فاكرين لما قلت لكم احنا هنبتدي ان انت تشرب شاي مع نفسك؟ خلينا نبدا منها. طيب يا صديقي، دلوقتي انت عملت كل التعليمات اللي انا قلت لك عليها، خش على برنامج كاب كات ويلا بينا نمنج. انا دلوقتي عندي اهو زي ما انت شايف شوت انا لسه مصوره خلاص. زي ما الشوت ده عادي هنشده لتحت زي ما احنا. هتلاقي هنا ان انا بصور الشخصيتين او الكاركترين يعني مع بعض، وفي العلامة اللي هي دي. انا معلم يعني بالسلم ده زي ما انت شايف، هو ده العلامة اللي ما بيني وما بين الشخص التاني اللي انا هصوره يعني. تمام. فدلوقتي هنيجي عند الحتة وانا ثابت فيها وهبتدي اقطع، هدوس كيو عشان اختصر على نفس المسافة. خلاص. وهمشي مثلا نفترض يعني 8 ثواني كويس، او قبل ما اقوم هعمل كنترول بي، او ممكن تدوس بي هتلاقي الشفرة وتقطع الفيديو. خلاص. وترجع الماوس عادي تدوس عشان عايز ترجع. خلاص. دلوقتي اهو انا قمت خلاص، ما حركتش الكاميرا خالص، الترايبود ثابت خالص. وقعدت هنا هبقى اقطع، ادوس كنترول بي واقطع الحته اللي في النص. اقطع مثلا شويه كده يمكن لحد هنا مثلا كويس جدا. تمام. كنترول بي واقطع الحته الاخرانيه. دلوقتي بقى يا صديقي احنا دلوقتي عندنا فيديو 1 وفيديو 2، او فيديو 1 فيديو 2. خلاص. انا دلوقتي عايز ادمجهم بقى مع بعض عشان اعمل الافكت بتاعنا، الكلونينج افكت الجميل يعني. تمام. فدلوقتي هعمل هقوم جايب الفيديو 2، خلاص هجيبه فوق فيديو 1 بالمنظر ده. ولازم طبعا اظبط المسافه او المده بتاعتهم هي واحده. خلاص. هشده هتلاقي علامه خط اهو. هتلاقي عندك اهو فيديو 2 بقى فوق فيديو 1. خلاص. هاجي هنا عند الماسك اللي جنب البيزكس. خلاص. وهضغط على الماسك. هتجيب الهوريزونتال ماسك. خلاص. هتضغط عليه هتلاقي عامل لك خط. هتلاقي هنا في علامه تمام زي الدوريه كده، هتلف الماسك زي ما انت شايف على 90 درجه. هتخليها على 90 درجه اللي هو عمودي يعني. خلاص. هتلاقي ان الكاركترين ابتدوا يوضحوا قدامك. بس طبعا احنا لسه ما خلصناش. هتنزل تحت وهتعمل فيذر على 5. خلاص. او على يعني من 5 ل10، يعني افضل حاجه اعمل 5. الفيذرنج ده اللي هو بينعم شويه الاطراف بتاعه الماسك، بيعمل لها كده زي تنعيم، بيخليها افضل وشكلها احسن يعني. بس طبعا ما تزودش في الفيذر قوي عشان الصوره ما تبص منك. خلاص. فدلوقتي لما تيجي تتفرج على اللي انت عملته هتلاقي طالع معاك بالمنظر ده. طبعا ما تنساش ان انت ترجع تاني للبيزك عشان الافكت يعني يكون تعمل له سيف. فطبعا لما انت تخلص تمام هيطلع معاك بالمنظر ده. هتلاقي شخصيتين والله العظيم غفير يعني، حاجة بص لابس جنبية وحاجة زي الفل. فطبعا الافكت شكله لطيف جدا زي ما انت شايف.
وفعلا ممكن تستخدمه باشكال كتير جدا جدا. انا عامه لما اتعلمت الافكت ده افتكرت بقى ان هو معقد بقى وهيعمل بقى ايه، ماسكينج وتطلع من تحت لفوق وبتاع ويتخش فوتوشوب. الموضوع طلع بسيط وسهل خالص يعني، ما فيهوش اي حاجه. بس في بقى نقطه يا صديقي، ان انت الفيديو بتاعي مش متنور كويس، تمام؟ فلو انت عرفت تنور الفيديو كويس، يعني عندك اضاءات كويسه وعرفت ان انت تنور الفيديو، هيبقى احسن، شكله احسن 100 مره من اللي انا عملته ده. فدايما استثمر، فعلا استثمر دايما في الاضاءه، يعني ما تستهونش بيها خالص. ولازم ان انت تتعلم ازاي تنور بشكل سينمائي وبشكل كويس. في فيديوهات كتير جدا على نرى، انا نفسي بتعلم ازاي انور الفيديو، واتمنى ان انت يكون عاجبك الفيديو. هتلاقي هنا فيديو تمام انا شارح فيه اساسيات الكاب كات كلها تقريبا، ازاي تقطع وازاي تنزله. لو انت ناوي تخش في مجال المنتجة يا ريت تتابعني على الفيديو ده وتعمل لي سبسكرايب تحت، ومع السلامة.